السلام عليكم، اهلا بالجميع. نتمنى ان شاء الله كما العاده يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. كديرين مع الصيام؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وفي احسن الاحوال يا ربي. المهم اليوم غادي نحضر معكم شي خبيزات معمرين كيجيو هشاش ولذاذ. تبعوا معايا حتى الاخر ونتمنى ان شاء الله ينال الفيديو اعجابكم. هنا عندي 3 زليف عامرين ديال الدقيق، الفرصه رطب طبعا، اولا الفرص مخلط رطب مع الحرش ولا الفينو، المهم ما عندناش مشكل، اي طحين عندنا نقدروا نستعملوه. عندي هنا 3 زلايف عامرين مزيان، وكذلك عندي معلقه صغيره ديال الخميره العجينه، ونص كاس ديال الزيت. كذلك عندي هنا 3 البيضات اللي غنحيد 2 اصفار د البيض، وغتبقى لنا بيضه وجوج ابيض البيض. داك ابيض البيض باش ما كنضيعوش، وجوج ديال الاصفر غادي نحتاجوه من بعد ان شاء الله. غادي نخوي هذا البيض اللي عندي كذلك، وقبيصه من الملحه، وجوج معالق ديال السكر نسيت ما ضفتهمش هنا. وغادي نجمع المكونات ديالي بالماء دافي. ما غنحتاجوش دليك لهاد العجين، وما غنحتاجوش الماء بزاف. المهم غادي نضيف الماء بالتدريج حتى كنجمع العجينه ديالي وصافي، ما غندلكوها شي مره. صافي غادي نستمر بحال هكا، نجمع العجينه ونرجع معكم ان شاء الله. كما شفتوا العجينه هكا كتجي، ما كندلكوهاش وما كنكثرولهاش الماء، وهي اصلا غير كتطلق في البلاستيك كتجي هي هذيك. المهم غادي نحاول نغطيها بالبلاستيك وغنخليها ترتاح واحد المده على ما نوجد الحشوه ديالي. هنا عندي قليل من الزيت المائده، غادي نضيف ليها قطع اللحم المفروم او الدجاج ولا المهم الكفته اللي كان متواجد ماشي مشكل. انا ضفت هنا الدجاج مقطع وغادي نشحرو، وغادي نضيف ليه كذلك البصله مشلضه هي اولا مقطعه، وغنضيف لهم التوابل كما غتشوفوا في الفيديو. بعد ما نزلت شويه البصله مع الدجاج، ضفت قليل من الملح حسب الذوق، وكذلك شويه سكينجبير، ابزار، التحميره والخرقوم، وراس معلقه ديال القزبر مطحون على حسب النكهه، وصافي. بالنسبه هو كيجي صراحه زوين في اي حاجه. ممكن ديروا الصوجه، ممكن ديروا بلاش كاع، ممكن. المهم الاضافات يعني استثنائيه، ماشي ضروري يكونوا. المهم انا هنا ضفت نص معلقه صغيره ديال القزبر مطحون، وعطى واحد لوغو زوين في الحشوه. هنا عندي الفلافل موجوده عندي ودرتهم كاملين، غادي نحاول حتى هما نشحرهم حتى ينزلوا مع الحشوه كامله، وصافي. هنا كنطفي عليهم. غادي نضيف الشعريه اللي رقدتها من قبل، الشعريه ديال الرز اللي رقدتها من قبل في الماء السخون، وكنحاول نقطعها. كذلك واحد المعلقه ديال المطارد ومعلقه ديال الهريسه حسب الذوق، حسب الرغبه، وصافي. الهريسه حتى هي كتعطي واحد الطعم زوين، وممكن تضيفوا الزيتون مقطع. المهم هنا الحشوه ديالي جاهزه، غادي نرجع للعجينه نلقاها صافي اختمرات، وغادي نحاول نفرغها ونقسمها قسمين حسب الرغبه، وصافي. غادي نقسمها وغادي تشوفوا معايا الطريقه. غادي نسرح القسمه الاولى مزيان بالمدلك، نسرحوا العجينه ديالنا مزيان حيت فيها الخميره غادي تطلع، فمن الاحسن نرققوا العجينه. صافي هكا غادي نمشي بهذه الطريقه، نسرح العجينه، وغادي نجيب المرشم اللي غنقدر نقطع به. هنا كما كتشوفوا خديت المرشم دائري نستعمله، صافي حسب الرغبه، وصافي ماشي ضروري. صافي كنمشي على هذه الطريقه، وكنكون موجده الحشوه تكون بارده باش ما كتلصق ليناش العجينه اولا تطلق، وكنعمروا المعمرات ديالنا.
هنا غادي نضيف الفرomاج موتزاريلا. بالنسبة للفرomاج أولا الأجبان بصفة عامة نتوما الرغبة ديالكم، كاينين تقدروا تضيفوهم، ما كاينينش ماشي ضروري. المهم انا استعملت موتزاريلا، وغادي نضيف الحشوة على باقي المكونات صافي. غنمشي بهذه الطريقه حتى كنعمر العجينه ديالي. بهذه الطريقه اللي وريتكم كتجي ساهله باش كتعمروا دغيا، يعني شغل متقون وصافي، باش ما كياخذ لكمش الوقت. هنا غادي نكون وجدت شويه ديال الماء حدايا، غادي نضغط باطراف الاصابع على الجوانب ديال العجينه بالماء باش كتلاصق العجينه وما كتفتحش لينا فاش كتدخل الفران. صافي بهذه الطريقه صافي. وكنمشي بهذه الطريقه حتى كنسالي العجينه ديالي كامله وصافي، ونرجع معكم ان شاء الله. هنا بعد ما ساليت المعمرات ديالي كاملين عمرتهم في الطاوات وخليتهم يختمروا شويه، طلعوا شويه فقط ما يختمروش بزاف، ودهنتهم باصفر البيض مع قليل من نسكافي اولا قطرات من الخل. المهم هادشي كامل عارفينه بلاش من ادق التفاصيل صافي. وكان نزينهم من الفوق بالزرارع اللي متواجدين عندنا اولا بلاش كاع ما عندناش مشكل صافي. وكندخلهم للفران على نار مهيله جدا باش كيتحمروا لنا من الجوانب وكيتحمروا وكيجيو مقرمشين، ماشي مقرمشين ولكن كيجيو يعني العجينه ديالهم كتجي هشيشه وزوينه. يجربوهم والله الا على ضمانتي. نتمنى ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم، ونضرب لكم موعد في فيديو قادم ان شاء الله.